ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة مطبخ وافكار سونا. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض الطعمية المصرية الأصيلة بكل تكاتها وكل تفاصيلها عشان تطلع معاكم بالمنظر التحفة ده. وهقولك في الفيديو على كل التكات والتفاصيل اللي تخلي الطعمية تطلع معاكي مجرمشة وهشة ولذيذة، وزي اللي بتشتروها من بره بالظبط زي بتاعة المطاعم. طبعا الفلافل أو الطعمية ما بنستغناش عنها في أي وقت شغالة معانا، وأغلب الناس بتعملها بتقول بتطلع معايا مكتومة ومش بتبقى مجرمشة. لا، اسمع الفيديو وإن شاء الله هتعمل أحلى طعمية. يلا بينا كده نشوف هنعمل العظمة دي مع بعض ازاي واحدة واحدة. في البداية هنا معايا نص كيلو من الفول المجروش. طبعا انا بغسله الاول مرة واتنين وتلاتة، وبعد كده بننقعه في المية ليلة كاملة مع تغيير المية كل شوية، يعني كل ساعتين كده تغير المية لانها بتعمل ريحة مش حلوة، فانت غيريها اول باول. هنبله كده ليلة كاملة. بعد كده معايا هنا حبة من الكرات، يعني حوالي حزمة كرات كده لو متوفر عندك، لانه بيفرق جدا في طعم الطعمية بيخليها خطيرة. تمام. معايا كمان حوالي كده حزمة من الخضرة، شبت على كزبر على بقدونس. ومعايا قرن فلفل حار او بارد برضو المتوفر عندك. معايا هنا حوالي نص راس توم تكون كبيرة، ومعايا بصلاية كبيرة. المكونات ظهرت قدامكم اهي. المقدار ده لنص كيلو من الفول المجروش. طبعا بعد ما تبل معانا الفول المجروش ان انا زي ما قلت لكم نقعته ليلة كاملة، بعد كده هبدأ اصفيه من المية، وهنبتدي نقطع البصل بالشكل ده عليه اي تقطيع لان كله هيتفرم مع بعضه في الاخر. سواء بصلاية كبيرة بصلتين صغيرين يعني زي ما انت حابة، بس ما تكتريش عن كده. تمام. بعد ما قطعنا البصل هبتدي اخد هنا الكرات، زي ما قلت لكم الكرات بيفرق جدا في طعم الطعمية. فاول ما تلاقي كده في السوق معاكي كرات هاتيه وبالله على طول طعمية، لانه فعلا بيخليها خطيرة. هاخد هنا كده حبة من الخضرة، شايفين يعني كده حوالي نص حزمة شبت على كزبر على بقدونس، يعني كام عود كده. ما تكتريش من الخضرة عشان الطعمية ما تطلعش معاكي كابسة. كتر الخضرة بيخليها تكبس معاكم وتطلع كده مكتومة مش هشة. بعد كده حطينا التوم، وبعدين بقى الفلفل هبتدي اشيل القلب بتاعه على البذر، وهبتدي اخده كده من بره وهقطعه بالشكل ده. انا حطيت كل المكونات على بعض كده، وبعدين بقى هتقلبيهم كويس مع بعض وهنفرمهم سواء في الكبة في الخلاط في المطحنة في مفرمة اللحمة في مكنة الطعمية يعني كده. افرميها بالطريقة اللي تعجبك. لو مش متوفر عندك كرات هتبدل الكمية بالخضرة زي ما قلت لكم. لو عندك بصل اخضر برضو تمام، بيأدي الغرض وبيبقى طعمه حلو جدا زي الكرات. فاللي متوفر عندك هتعملي بيه. انا كده هاخدهم وهروح افرمهم في الكبة. بعد ما فرمناهم طلعوا معانا بالمنظر العظمة اللي انتوا شايفينه ده. شايفين شكل الطعمية؟ بالامانة كده عجينتها حلوة جدا. عجينة الطعمية دي خطيرة. ما حطيناش خضرة كتير، طلع لونها حلو وفاتح. اللون ده حلو جدا لانك لو كترت خضرة هتغمق معاكي اللون، وانت بتجليها يبقى لونها كده غامق. انا هنا استعملت نص المج ميه مش اكتر من كده عشان يساعدني في الفرم. لكن لو انت ينفع تفرميها من غير ما تضيفي ميه، تمام خالص افرميها براحتك. لازم هنا تضرب الطعميه بالشكل ده كده بالمضرب العادي او بايدك او بالمعلقه او بالمضرب الكهربائي، بحيث كده تفوريها زي ما بيقولوا تخليها كده فايره، ده بيخلي الطعميه تطلع معاكي هشه. انا خدت الكميه كده من الطعميه هي اللي هجليها معاكم، وباقي الكميه هنخزنها في الفريزر. طبعا بقى ما بنستغناش عنها في اي وقت هتطلعيها. هتحط الكميه اللي انت عايزاها كده في الكيس، وهتبدا تلف الكيس كده من على الاخر زي ما اتفقنا بنعمل كده على طول مع بعض. وهتربط الكيس وهترجع تفكيه كده انت فرغتي منه كل كميه الهواء، ما فيهوش هواء خالص وما بياخدش مكان معاكي مكان في الفريزر. هشيل باقي الكميه. هنا باقي معايا الكميه اللي انا هجليها معاكم، هبتدي اتبلها. انا بحط هنا الملح، وبحط كمان رشة كمون وكزبرة ناشفة وشطة، ما بضيفش اي توابل تاني خالص. انت حابة بقى تضيفي اي توابل تاني انت بتحبيها على الطعمية تمام براحتك، بس كده بيفرق جدا في الطعم وبيخلي طعم الطعمية باين معاكي وطعمها حلو. هنقلب التوابل كده مع عجينة الطعمية بالشكل ده. شايفين العجينة خطيرة بالأمانة حلوة جدا. ومن أهم خطوات نجاح الطعمية معاكي زي ما قلتلك إنك لازم تضربيها كده كويس، يعني كده تلفيها بايدك سواء بالمضرب او بايدك او بالمضرب العادي او بالكهربائي لو متوفر عندك.
تمام. انا هنا الكميه اللي انا تبلتها هعملها كده على نوعين، هعمل معاكم نوعين النهارده من الطعميه والاتنين احلى من بعض. هنعمل الساده وهعمل معاكم بطريقه تانية مختلفه. هبتدي هنا اجيب طماطمايه مقطعاها مكعبات صغيره بالشكل ده، وكمان كده حوالي معلقه من الخضره برضو مقطعين. لو حابه تحطي فلفل اخضر معاهم تمام، حابه تحطي بصل مقطع مكعبات صغيره برضو تمام. بس انا هنا حطيت طماطم وخضره وهبتدي كده اقلبهم مع بعض. لو انت هتعمل الكمية بالطماطم بالشكل ده اعملي الكمية اللي هتتاكل في وقتها، لان الطماطم ما بتقعدش، بتخلي الطعمية تحمض معاكي بسرعة، فانت اعملي الكمية قليلة على قد الاكل بتاعك. طبعا زودت حبة ملح كده لان انا زودت طماطم، فعشان اظبط الملح. معايا هنا طبق فيه مية وكمان طبق فيه سمسم. حابة تحطي هنا مع السمسم كزبرة ناشفة مجروشة تمام، لانها بتفرق جدا برضو في الطعم، بس انا ما ضفتش لان ما كانش متوفر عندي. هنبتدي كده تبلي ايدك في المية وتاخدي حبة من عجينة الطعمية بالشكل ده، وبعد كده تحطي ايدك في السمسم وترجع تغلفي بيها الطعمية اللي انت سويتيها بالشكل ده وتنزليها في الزيت. شايفين هنا الزيت عامل ازاي؟ الزيت لسه مسخنش معايا لدرجة الغليان، يعني يا دوبك كده بولع النار على الزيت. اول ما هيبتدي يسخن معايا هنزل فيه على طول بالطعمية. الحركة دي بتفرق معاكي جدا في الطعمية، مش بتخليها تفك معاكي، وكمان بتخليها تستوي على مهلها، ويعني ما بتاخدش لون بسرعة وبتطلع في نفس الوقت مستوية من جوه ومقرمشة ولذيذة. هنعمل كل الكمية بالشكل ده. وانت بتحط الطعمية في الزيت حطيها بالراحة، يعني مش تشويها كده شو، لا حطيها كده بالراحة عشان ما تتفتفتش معاكي. الطعمية اهي الزيت بدأ اهو هيدخل في الغليان اهو، يعني لازم تحط كده الطعمية في الاول في بداية الزيت يكون لسه ساخن خفيف. ما تقلبيش الطعمية غير لما تبتدي تشد معاكي، لانك لو قلبتيها وهي لسه عجينة طرية هتتفرفت معاكي وهتبوظ لك الزيت اصلا ومش هيطلع معاكي قرص على بعض. بستنى عليها كده لما تشد وبعد كده ارجع اقلبيها. ما بتاخدش ثواني في الزيت اول ما بيسخن. شايفين شكل الطعمية؟ بالامانة خطير. عايزة تطلعيها في الوقت ده ولونها فاتح كده تمام، حابة تحمريها زيادة تمام، يعني اللون على حسب التحمير ده على حسب راحتك انت وزي ما انت حابة. شايفين منظر الطعمية مغلفة بالسمسم طالعة خطيرة وشكلها حلو جدا. انا هنا مطلعاها غامقة شوية لان انا بحبها مستوية زيادة، لكن انتوا طبعا تقدروا تطلعوها افتح من كده، يعني زي ما بتحبوا وزي ما انتوا عايزين. هنا طبعا الزيت كان بيغلي فانا طفيت عليه هدي شوية، وبعد كده هكمل جلي باقي الطعمية دي. الطعمية اللي فيها طماطم برضو هناخد كمية كده منها، هنكون بلين ايدينا بالمية، وبعد كده هتحطي ايدك في السمسم وتغلفي بيها كده قرص الطعمية بالشكل ده، وتنزلي باقي فيه بالزيت. سواء تعمليها بقى صغيرة، تعمليها مدورة، تعمليها قرصة كده مدورة مبططة، تعمليها صوابع، انت شكل الطعمية بالطريقة اللي تعجبك. هتحطيها في الزيت اهو. شايفين برضو لما حطينا الطعمية ولا ثابت ولا فكت ولا اي حاجة، وفيها طماطم وفيها خضرة، يعني اعمليها وانت مطمنة. طريقة حلوة جدا بس امشي على الخطوات مظبوط. طيب لو نفرض ان هي وانت بتجليها كده فكت منك وانت عاملة نفس الخطوات بالظبط، طب هتعمل ايه؟ هاتي معلقة كده كبيرة مليانة بقسماط وحطيها على الطعمية وقلبيها اضربيها مع بعضها وارجعي اجليها، مش هتفك منك خالص. يعني ليك الحل برضو انك ما تزعليش على عجينة الطعمية بتاعتك وتعمليها وهتطلع معاكي خطيرة. شايفين هنا الطماطم المحشية الطعمية اللي محشية طماطم بالامانة طالعة خطيرة، بيبقى طعمها حلو جدا جدا. اللي ما جربش الوصفة دي قبل كده في الطعمية يجربها وان شاء الله يدعيلي. اديكي عملت فلافل وعملت كمان عجينة الفلافل وخزنتيها في الفريزر، طبعا بتبقى شغالة معانا في اي وقت. شايفين المنظر العظمة ده؟ خطيرة. تعالوا كده بقى نشوف الطعمية مع بعض. هفتح معاكم هنا اللي بالطماطم، بالأمانة ريحتها بتبقى تحفة وطعمها بيبقى خطير، يعني حاجة كده مختلفة. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم. هنجيب الطبق بتاعنا كده حبة خضرة وهنرص عليه الطعمية بتاعتنا. طبعا ده طبق الطعمية ده شغال معانا في أي وقت، سواء في الفطار، في الغدا، في العشاء، في سحور رمضان، في شهر رمضان، في أيام الصيام، في أيام الدراسة، في السندوتشات، يعني حاجة كده عظمة. ادي هنا ده شكل الطعمية اللي هي السادة. الاتنين احلى من بعض، الطريقتين سهلين، جربوهم وان شاء الله يعجبوكم. هتقدمي بقى الطعمية براحتك زي ما انت حابة، جنب المخلل، جنب فول مدمس، جنب طبق حمص كده او طبق طحينة، يعني كده اعمل العظمة دي واتفرجي على الطعم بتاعها، بالامانة بيبقى خطير. شايفين المنظر؟
تحفة. طبق سلطة كده محترم، وهاتي عيش بلدي أو عيش فينو، وابدأي اعملي كده سندوتشات جنب طبق مخلل، وكله بألف هنا وشفا. طريقة حلوة جدا وسهلة وبسيطة، وبتخلي الطعمية تطلع معاكي هشة وخفيفة، وفي نفس الوقت مقرمشة وطعمها حلو جدا. شايفين السادة واللي بالطماطم الاتنين أحلى من بعض. جربوهم إن شاء الله تدعولي. انا عملت معاكم وصفة للطعمية البيتي قبل كده، وكنت فرماها على المفرمة بتاعة اللحمة. هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف. وعملت معاكم وصفات كتير للفول المدمس، برضه هسيب لكم لينكات في صندوق الوصف. جربوهم وان شاء الله يعجبوكم. ولو عملتوا الطعمية بالطريقة دي وبنفس الخطوات، بالأمانة كده مش هتشتروها من بره تاني، وهتعتمدوها على طول. يعني كده حاجة عظمة، موجودة عندكم في الفريزر في أي وقت هتستعملوها. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، واستنوني في وصفات جديدة وأفكار جديدة. باي باي.